ما تستهونيش بالموضوع. اكتئاب ما بعد الولادة مش أفورة ولا تمثيل، دي مشكلة حقيقية. وفي أحيان تانية الاكتئاب بيكون بادئ بدري شوية في وقت الحمل، يعني بمنتهى البساطة حاجات ملناش يد فيها، لكن لو عرفنا أعراضها ممكن نعرف نتعامل معاها ازاي. طيب ايه هي أعراض اكتئاب ما بعد الولادة؟ أول حاجة الشعور بالكآبة والتقلبات المزاجية الحادة، عياط كتير على الفاضية والمليانة. تالت حاجة للأسف في كتير مننا ممكن يبص للبيبي يقول ايه ده جه منين ده، انا مش قادرة اتحمل مسؤوليته، انا مش عارفة احبه. رابع حاجة تحسي ان انت عايزة تعزلي نفسك ومش عايزة تحتكي بأي حد. خامس حاجة فقدان الشهية وسددان النفس، او العكس خالص بقى ان انت عمالة بتاكلي كتير جدا. سادس حاجة الارق او قله النوم، او العكس خالص ان انت بتبقي حاسه انك عايزه تنامي لفترات طويله جدا. وحاجات تانية كتير زي الشعور باليأس والاحساس بالذنب، فقدان التركيز والنسيان، واخيرا بعد الشر افكار بتتعلق بايذاء نفسك او بايذاء طفلك. مش لازم كل الاعراض تكون موجوده عندك، ممكن بعضها بس يقول ان انت عندك اكتئاب ما بعد الولاده. طيب نتصرف ازاي قبل ما الموضوع يكبر مننا؟ اول حاجه لازم تبقي فاهمه من جواكي ان دي فتره وهتعدي ومش هتستمر خالص. رقم 2 لازم تطلبي المساعده من المتاحين حواليكي واللي انت بترتاحي في الكلام معاهم. رقم 3 لو حسيتي ان انت مش قادره تتعاملي خالص ولا عارفه تتكلمي مع حد من اللي موجودين حواليكي، لازم تعرفي دكتور النساء اللي كنتي بتتابعي معاه، لانه هيفيدك اكتر في الحاله اللي زي دي.